السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ممبار وبفتيك كداب وطبق سلطة. والبفتيك الكداب هيعجبكم أوي بطريقة اقتصادية حلوة أوي. دي معلقة قرفة، معلقة كزبرة ناشفة، ملح وفلفل بس، وهنبشر نص بلحية جوز الطيب. دي بهارات الممبار. طبعا اللي عايز يحط شطة يحط، طبعا أنا حطيت شطة. وبنقلب الرز في قلب البهارات. طبعا ده كيلو وربع رز. وطبعا بنكون مجهزين بصلتين مبشورين ناعم خالص. وطبعا نبقى مسبكين الصلصة دي. طبعا 2 كزبرة، 2 شبت، 2 بقدونس على الكيلو وربع رز. وده حوالي كيلو ونص طماطم متسبك كويس قوي، لاني مش هرفعهم على النار طبعا تاني كده. طبعا هنقلب طبعا بقى كويس. حطيت بقى الزيت، بصراحة كنت هنساه. ما بحط الزيت كتير، حوالي فنجان قهوة يعني من الزيت. هقول لكم ليه في الاخر هتعرفوا. طبعا كده بقى انا هحشي بقى الممبار. ميه السليق بتاعه الممبار بحط فيها معلقه فلفل اسود، معلقه قرفه، ورق لورا مطحون. الحبهان غالي، اللي في مقدرته يحط حبهان في الميه يحط، مفيش مشكله في ميه السليق. طبعا السليق بتاع الممبار طبعا خد حوالي تلت ساعه. الاول اول 7 دقايق كده بنخلي على عين هاديه، وبعد كده بنقوم معليين بقى. يعني قولي حتى لو 10 دقايق عين هاديه، و10 دقايق نعلي شويه، وبعد كده بنشيله طبعا. طبعا انا هنا كنت بسلقه بقى معلقه ورق لورا مطحون، واللي عنده حبهان يحط مطحون، وفلفل اسود وقرفه. انا كنت بشيله بقى هنا. بفتك الكداب، بصلايه حمرا كبيره مبشوره، معلقه نشا، معلقتين دقيق، ملح وفلفل، ومعلقه بصل بودره. وهننزل كمان بالبضايه، وهتفضلي تقلبي، ما تحطيش في كبه ولا في مفرمه ولا في اي حاجه. يبقى معلقه نشا، معلقتين دقيق، بضايه، ملح وفلفل، وبصلايه ناعمه خالص، مش هنصفيها من الميه، لا، ده هي ميه البصل اللي بتخليه طعمه جميل. وبفضل اقلب كويس جدا. ومش لازم تحطي في التلاجة، انتي الطريقه هتعجبك قوي واقتصاديه جدا. عملت لي 16 قطعه. ده فنجان لبن، عليه رشه فلفل اسود ورشه ملح. وهنزل عليه بالطين، وهقلبهم كويس جدا. وطبعا البقسماط اللي انا هعمل فيه البفتيك الكداب، كنت عاملاه على قناة اليوتيوب. عيش محمص على بقسماط عندك بايت، على دقيق، على نشا، وكنت مبهراه وبشيله في درج التلاجة. بقلي منه البفتيك، كفتة بانيه، بانيه. هنكور بقى. هتكوري كور كور كور. انا مرتحتش في الجوانتي وانا بكور، عشان كده انا غيرته، يعني ما شلته من ايدي.
بصي الطريقة دي بقى جميلة قوي. بتحطيها وبتبططيها في الكيس وبتشيليها وبترصيها في الصينية. بصي بتنطري عليها البقسماط كده وبتبططي وتحطي الكيس عليها وتبططي. عملولي 16 قطعة. واشتغلي على طول، ما عندكيش وقت اشتغلي. انا ما حطيتش في التلاجة بأمانة، يعني الأكلة دي تكفي 7 أفراد مرتاحين كمان. ده شكله بعد ما خلص. عملت صغير على كبير كده. طبعا بقى قليته. كان جميل قوي بأمانة يعني. دي بقى مع حوالي 3-4 معالق زيت على معلقة سمنة بلدي كبيرة، هنحمر فيها الممبار. احنا بنحبه محروق شوية طبعا، اللي بيحبه لونه بامبا براحته طبعا يعني. انا بقى حطيته في طبق وطشيته بالفحمية وغطيته شوية، بيدي طعم جميل قوي 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 قوي. بتكتميه كده عبال ما بتغرفي. وده شكل الاكل بعد ما خلص. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك. والسلام عليكم ورحمة الله.